تعالوا بقى النهاردة اعمل معاكم بسكوت العيد المقرمش القمر ده، وازاي بياخد اللون ده من غير شواية، وكمان ازاي يطلع معاكي ناجح لو انتي اول مرة تجربي البسكوت. وحتى لو ما عندكيش القمع تقدري تعملي باي قمع تاني، اهم حاجة ان انتي تعملي العجينة المظبوطة البسكوت من غير لبن. هنعمله النهاردة من غير لبن ومن غير كمان بيكنج باودر، مقرمش وطعمه يجنن. ادوله لون اللي انتوا عايزينه في الفرن، يعني تقدروا تطلعوه نفس اللون ده، انا بحبه اللون ده، او تقدروا تطلعوه يعني اخف من كده بشوية. اهم حاجة انه طعمه حلو جدا ويجنن. يلا بينا على طول نبدأ في المقادير اللي احنا هنحتاجها في البسكوت ده. اول حاجة عندي في البسكوت انا هستخدم نص كيلو بس من الدقيق، يفضل ان هو يكون دقيق كعك وبسكوت علشان يطلع معاكي البسكوتية حلوة كده وما بتعدش معاكي، وده بيرجع لنسبة البروتين الموجودة في الدقيق. طيب لو انتي مش متوفر عندك كعك وبسكوت بتدوري على اقل نسبة بروتين موجودة عندك في انواع الدقيق الموجودة عندك، يستحسن تبقى 9.5. عندي بقى الزبدة ساقعة ولكن مش طرية قوي زي ما انتم شايفين كده. انا استخدمت 500 جرام من الدقيق، 300 جرام من الزبدة، مقطعاها قطع زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهل عليا في الضرب، ما تاخدش وقت كتير. ويفضل تبقى نوع كويس لان هي يعني هي البسكوت كله وهي الطعم كله. عندي كمان 200 جرام من السكر البودر، وعندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لكل بيضة باكت من الفانيليا علشان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة في البسكوت. ولو كمان عندكم الفانيليا اللي هي السايلة التقيلة الأصلية استخدموها، بتبقى احسن كتير، ولكن في الوقت ده ما كانش عندي واستكفيت ان انا احط الفانيليا اللي عندي اللي انا حطيتها دي. نيجي بقى للخطوات، اسهل من كده مفيش. بنحط الزبدة الساقعة وبنحط عليها السكر، ويا اما هتضربوا بايديكوا يا اما هتضربوا بالمضرب الكهربي يا اما بالعجين. انا عندي المضرب الكهربي، ولكن قبل ما اضرب بيه ببدأ ان انا بس الين كده الزبدة بالشوكة علشان يدخل جواها السكر البودر، مجيش اول ما افتح المضرب اللي عندي يطير بقى السكر البودر والزبدة ويبقى الدنيا متبهدلة قوي عندي. فببدأ ان انا كمان حتى لما بحط المضرب ببدأ بالسرعة القليلة، وبعد كده شوية شوية بيزيد. الزبدة عندي هتبدأ تاخد شكل الرمل شوية، تبقى مرملة كده شوية شوية شوية، هتحس ان هي مسكت في بعضها في السكر وبقت عجينة تقيلة قوي كده، وبتحسوا بالتقل ده وانتوا شغالين سواء شغالين بايديكوا او شغالين حتى بالمضرب وانتوا ماسكينه. بس مع الوقت ومع الضرب، ودي مرحلة مهمة جدا عشان البسكوتة بتاعتكم تبقى يعني مرفوعة وحلوة، ما تبقاش مكتومة منك، ان انت تضربي كويس جدا بين كل وقت والتاني او بين كل شوية والتانية. ببدأ اشيل المضرب خالص وبوقفه وبنزل الجناب عشان تتضرب عندي لحد ما الخليط بيبقى فلافي عندي، وتحسوا ان انتوا كده ما بقاش فيه تقل زي الاول، وكمان لون الزبدة بيفتح خالص وبتبقوا زي شايفينها كده زي الكريمة بالظبط. وهنا بقى بيبقى الوقت المظبوط ان احنا نضيف البيض. مهم جدا ان البيض يبقى بدرجة حرارة الغرفة، لازم لازم لازم، لان انتوا لو ضفتوا البيض ساقع في المرحلة دي هيخرز لكم الزبدة وترجعوا اكنكم ما عملتوش اي هوا او ما دخلتوش اي هوا. يعني المرحلة اللي احنا قلنا عليها مهمة جدا في ان البسكوت يبقى هش كده وحلو، اكنكم ما عملتوهاش، لان الزبدة هتخرز معاكم وهترجعوا يعني نقطة الصفر. فخرجوا البيض قبليها بليلة، او حتى لو مستعجلين ونسيتوا تخرجوه تحطوا البيض كله في طبق في مية سخنة كده لحد ما ياخد درجة حرارة الغرفة. طبعا مش بتحطوه على النار، لا هو بيبقى على الرخامة عادي، ولكن المية الموجودة جواها البيض بتبقى سخنة شوية. بضيف بيضة بيضة، وكل بيضة بحط عليها باكت الفانيليا بتاعها، وببدأ ان انا اضرب وبشيل ايدي من الضرب وبضيف التانية لحد ما اخلص كل كمية البيض اللي عندي. في الوقت ده خلاص بيبقى كمية البيض اللي عندي خلصت، وبضرب كويس. انا نوع الدقيق اللي عندي انا مستخدماه قبل كده ومجرباه، فانتوا ممكن تحطوا كل الكمية ما عدا معلقتين مثلا، وتبدأوا بقى تلموا العجين سواء بسباتولا او بالايد. انا بفضل بالايد عشان المرحلة دي مش المفروض ان هي تاخد وقت كتير. فببدأ ان انا الم بس كده العجين بايديا
مجرد ان انا اخفي الدقيق اللي عندي ببقى خلاص خلصت، بوقف خالص ومش بعمل اي حاجة تانية. في المرحلة دي بقى خلاص بتبقى البسكوت عندي او خليط البسكوت عندي جاهز. لو حطيتوا ايديكوا فيه كده بيبقى بيلزق، ولكن ايديكي مش بتشيل عجينة معاها وانتي طالعة كده، يعني ما بتبقاش بتلزق معاكي او في ايديكي فيه عجين. مجرد ما بتلمسي العجينة كده المفروض ان هي تبقى طالعة نظيفة، او لو حتى فيها تلزيق بيبقى خفيف قوي. بتحطوا بقى القمع بتاع البسكوت اللي هو متعارف عليه كلنا عارفينه، وبتحطوا في بلاستيك يبقى شوية متين علشان ما يتقطعش منكم وما يغلبكوش. لو مش عندكم بسكوت اللي هو البلاستيك المتين ده، تقدروا تحطوه في التاني اللي بتاعت بلح الشام دي اللي بتبقى تقيلة شوية. طيب الطول بقى بتاع البسكوت ده بتاعكم انتوا زي ما انتوا حابين، ولكن اهم حاجة ان انتوا تحاولوا على قد ما تقدروا الضغط بتاعكم للبسكوت يبقى واحد، طوله يبقى واحد، وسمكه كمان يبقى واحد، علشان لما تدخلوا تدخلوه الفرن ياخد كله سوا واحد، ما يعذبكوش وتحسوا انه في اجزاء من البسكوت لسه ما استوتش عكس التانية. فبتبدأوا ان انتوا تعملوا تضغطوا كده على البسكوت من بايديكوا لحد ما بتاخدوا الشكل والطول اللي انتوا عاوزينه، وهكذا في باقي البسكوت كله. طيب لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا البسكوت شوكولاتة، بتشيلوا 3 معالق من الدقيق وبتضيفوا عادي كاكاو خام منخول. بجيب بقى بأي أداة عندي زي الأداة اللي عندي دي أو اسباتيولا أو أي حاجة، ببلها مية خفيف قوي وبنشفها، وابدأ ان انا اجيب الحروب بتاعة البسكوت بتاعتي كده عشان يبقى شكلها مستقيم. وكمان بعملها بالعرض، يعني بعمل بالطول من ناحية النهايات بتاعة البسكوت، وكمان بالعرض عندي بعملها علشان لو واحدة مثلا ايديا فيها مظبطتش قوي، طلعت مايلة من جنب عن الجنب التاني، تتظبط كلها وتبقى شكل البسكوتة حلو. اول ما بخلص الصوج الاول بحطه في التلاجة 10 دقايق بالظبط، وقبل ما بخلصه بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وبحطه في الرف الوسط. يعني بعد 10 دقايق بتوع التلاجة بشيله من التلاجة وبدخله على طول في الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. بتابع معايا الفرن لحد ما بياخد لون من تحت، واول ما بياخد لون من تحت بهدي النار خالص، مش بفتح له الشواية. البسكوت ده بيبقى رقيق ما بيستحملش ان انتوا تفتحوا شواية، هيبقى ناشف قوي معاكوا وهيكسر كده وتحسوا ان هو قاسي. بحط تحتيه صينية فاضية وبهدي الفرن وبسيبه لحد ما بياخد لون من على الوش متساوي زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو. الصينية دي عملتها زجزاج شوية، يعني ما خدتش ايديا بشكل مستقيم، قعدت اتمايل كده رايح جاي يمين شمال لحد ما اخدت شكل الزجزاج اللي انتوا شايفينه ده. هو ده السوا اللي انا بقول لكم عليه، وده من غير شوايه خالص صدقوني. مجرد ان انا بفتح من تحت بتاخد لون حلو من تحت، وبعد كده بهدي النار خالص خالص، وبحط تحت الصينيه دي صينيه عاديه بارده وفاضيه لحد ما بياخد اللون اللي انتوا شايفينه من فوق. بس كده بكمل التسوية بتاعتي على نفس الطريقة دي كل السجون اللي عندي. انا بحب اخرج البسكوت شوية واخد لون اغمق، ده انا بفضله اكتر يعني، بس لو انتوا مش حابين ده تقدروا تخرجوه اللون اللي انتوا حابينه. اخر جزء من العجين عملته كده بقمع تاني عشان اقول لكم بس ان مش لازم البسكوت يبقى واخد نفس الشكل اللي هو التقليدي المستطيل ده. اي قمع عندكم البلح الشام، اي قمع عندكم للكريمة تقدروا تحطوا فيه وتعملوا اشكال زي ما انتم شايفين كده بس. طيب نيجي بقى لطريقة الحفظ عشان البسكوت ما يجلدش معايا او يطرى معايا. بتبدأوا ان انتوا تجيبوا علبة محكمة الغلق او حلة ألمونيوم او حلة ستانلس، غطاها كويس، بتحطوا فيها اي كيس بلاستيك غذائي كده نضيف طبعا ما فيهوش اي ميه، وبعد كده بترصوا فيه البسكوت، بترصوا البسكوت كله فوق بعض لحد ما بتخلصوا العلبه وبتضموا عليه البلاستيك دوت، وبعد كده بتقفلوا كويس قوي العلبه وتخرجوا منها اي هوا، وبتحطوها عادي خالص في اي مكان انتوا حابينه، ولكن يستحسن يبقى في مكان بره المطبخ عشان ما يرطبش معاكم.
بس. وتيجي تاخدوا البسكوتة منه تقفله كويس جدا علشان برضو نفس النظام الرطوبة ما تدخلش جوه. البسكوت ده احنا مستخدمنا لهوش بيكنج باودر لان احنا مستخدمين كمية زبدة كتيرة. السوائل اللي في الزبدة وهي في الفرن بتعمل فقاقيع كده وبتبقى عاملة زي نفس دور البيكنج باودر، ما بحتاجش ان انا احط بيكنج باودر. في وصفات تانية كتير ممكن تلاقوا فيها بيكنج باودر، اكيد نسبة الزبدة فيها بتبقى اقل من كده، ولكن جربوا المقادير دي هتعجبكم جدا. بالمناسبة دي نفس مقادير بسكوت السنة اللي فاتت اللي احنا عملناه برضو مع بعض. وبس كده، اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، شجعتكم ان انتوا تجربوها، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.